مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم جبت لكم برنامج جيد، هو طبعا من خلاله تعرف شخصيتك تشبه من اي فنان من الفنانين. راح ابدي وياكم بالبرنامج. هو طبعا من خلاله يسألك 15 سؤال، من عدها تكمل ال 15 سؤال، وبعدين شنو يطلع لك الشخصية اللي تشبهها انت من الفنانين العرب او الاجنبي، فما اعرف، انا اول مرة راح استخدمه. بسم الله وعلى بركة الله. يقول السؤال الاول: ما هي عناوين الصحف التي تحبها دائما؟ شو تحب يعني؟ السياسة، الرياضة، الفن؟ أنا راح أقول له الفن. طيب السؤال التالي يقول: من يثير غضبك أكثر في هذا العالم؟ بعض الأغبياء، الروتين، العمل الشاق. شنو يثير الأغبياء؟ تقول الروتين طبعا، العمل الشاق أنا يثير غضبي. أيهما تفضل امتلاك أكثر؟ الحرية، المال، الحب؟ والله سؤال محير، هاي كلهن أريدهن أنا. خلي المال أو الحرية. المال. يقول: أي الألعاب التالية تفضل؟ ألعاب ورق، إلكترونية، ألعاب ذكاء؟ طبعا إلكترونية. يقول: ماذا تتمنى أن تربح؟ مبلغ من المال، رحلة، منزل، سيارة؟ والله المبلغ حلو، الرحلة حلوة، المنزل حلو، طبعا منزل وسيارة أيضا. هل تحب اللعب مع الأطفال؟ نعم. ما الصفة التي تتمنى أن تكون في شريكك؟ الذكاء، الوسامة، الغنى، الأخلاق؟ الأخلاق. هل تشعر بالإحراج والخجل بسرعة؟ أحيانا. هل تحب التعرف على أشخاص جدد؟ نعم. هل تحب مشاهدة مباريات كرة القدم؟ نعم. أين تفضل السكن؟ فيلا، شقة في عمارة، منزل مستقل؟ منزل مستقل. ما هي التغيرات أو ما هو التغير الذي تحب إجراءه في حياتك؟ عمل أقل ومرح أكثر، إيجاد توأم روحك، المزيد من المال؟ عمل أقل ومرح أكثر طبعا. هل تحب المفاجآت؟ نعم. هل تحب تقليد المشاهير؟ يعني. كيف تبدأ يومك؟ بممارسة الرياضة، شرب القهوة، تناول الفطور؟ تناول الفطور. طبعا راح يطلع لي أشبه من الفنانين. يا رب سترك. ويلي جاي يحمل. أوه شرفك. أشبه من المشاهير: دنيا سمير غانم. يلا الحمد لله. بس أنا ولد وهي بنية، شلون صارت هاي ما أعرف. يلا حبايبي، لا تنسونا بالدعم من اللايك والتعليقات. يلا حبايبي، باي باي. طبعا ها نسيت، البرنامج راح أخلي لكم إياه أسفل الفيديو، نزلوه حلو يفيدكم. يلا باي حبايبي.